أعوذ بالله من قهر الرجال. حرفيا حاجة صعبة جدا. كنت ماشي في يوم في الشارع والفلوس اللي معايا هي آخر حاجة امتلكها، والمفروض إن أنا رايح أجيب العلاج بتاع أمي ومش عارف الفلوس هتكفي ولا لأ. طب هكمل بقية الشهر إزاي؟ طب الشهر الجاي هجيب فلوس منين للعلاج بتاع أمي؟ والواحد عزيز النفس عمره ما يستلف فلوس من حد، وبعدين مين هيسلم لحد فلوس في الأيام اللي احنا فيها ديت؟ ما الدنيا بايظة مع الكل، وفي وسط كل النفسية المتدمرة ديت الواحد برضو قلبه حنين على الإنسان وعلى الحيوان. بس يا ترى اللي أنا عملته مع القطة هيترد لي بخير ولا بشر؟ طب والبيت المهجور اللي أنا دخلته في الخرابة إيه اللي هيحصل هناك؟ طب والقط الأسود اللي ظهر هيعمل إيه؟ لو عاوزين تعرفوا بقية الحكاية كملوا معايا الرواية، بس أهم حاجة لازم نحضر الطقوس اللي إحنا متعودين عليها. سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. بسم الله. اللي كاتب لنا القصة بتاعت النهاردة الأستاذ المبدع دائما أحمد محمود شرقاوي. بيقول لنا إيه بقى؟ كنت واقف في الصيدلية من شوية وكاتم دموعي بالعافية، وأنا دماغي بتغلي من التفكير. دول آخر 4000 جنيه في تحويشة العمر، هشتري بيهم علاج الشهر لست الكل أمي اللي بتحتضر بقالها سنة كاملة، والشهر الجاي حرفيا مش عارف هجيب لها علاج منين وإزاي. وغصب عني بدأت من تاني أستعيذ بالله من قهر الرجال، لأن الفقر هو أخطر عدو ممكن يقهر الراجل. لما تلاقي نفسك مش قادر تشيل الست اللي في حياتك في محنتها، سواء أم أو أخت أو زوجة، وقتها بتعرف يعني إيه معنى كلمة قهر الرجال. اشتريت العلاج وكنت راجع على البيت مش معايا غير شوية ملاليم، ودماغي واقفة تماما عن التفكير. وفي وسط الطريق لقيت 3 عيال رابطين قطة صغيرة بحبل مشدود جامد على رقبتها. في العادي كنت بزعق فيهم وبفكها وبكون رحيم مع الحيوان أيا كان كلب أو قطة، بس أنا دلوقتي أنا مرهق، طاقتي خلصانة ودماغي مشوشة. عديت من جنبهم وقتها كان على يميني بيت قديم قوي شكله مهجور وجنبه كوم زبالة كبير. شفت عيون صغيرة بتراقبني من جوه البيت، معرفش ليه العيون ديت سحرتني وفكت التشويش اللي كان موجود في راسي. وبكل غضب زعقت في العيال وخدت منهم القطة اللي كانت منهكة ومجروحة. فكيت الحبل من عليها وخدتها في كرتونة صغيرة معايا البيت، وقبل ما اروح اشتريت لها علبة تونة صغيرة من السوبر ماركت بالكام جنيه اللي كانوا باقيين معايا، وخدت القطة وروحنا على البيت. غسلتها بالمية وطهرت لها الجرح وخليتها تاكل علبة التونة كلها. الغريب إن شفت نظرة امتنان غريبة في عينيها، كأنها إنسان مش مجرد قطة. يومين بالظبط وصحتها رجعت من تاني ورجعتها للشارع. بس يوم بعد يوم دماغي بقت بتفكر في أول الشهر الجديد، هعمل إيه وأجيب العلاج إزاي ومنين؟ أنا قبضي كله 3000 جنيه، 1000 بتروح مواصلات و1000 أكل ومصاريف البيت. كده هوفر إيه أصلا؟ وأمي محتاجة علاج طويل، والكام قرش اللي أنا كنت محوشهم للزمن راحوا وخلصوا. بس عادي يعني، كله فدا ست الحبايب. بس المهم هنا الأيام اللي جاية هتبقى عاملة إزاي. وبدأت الأيام تجري بطريقة مخيفة لحد ما وصلت اليوم 15 في الشهر، وتكرر نفس الموضوع. وأنا راجع من الشغل نفس العيال رابطين قطة تانية وبيلعبوا بيها وبيعذبوها، ورغم تعبي وإرهاقي برضه خلصتها منهم وهددتهم لحد ما خافوا ووعدوني إنهم مش هيعملوا كده تاني. اشتريت برضه علبة التونة وخدت القطة على البيت عناية لمدة 3 أيام، وخرجت للشارع مبسوطة من تاني. وعدت الأيام لحد ما آخر الشهر بدأ يقرب. كان باقي حوالي 4 أيام بس، والهم زاد بطريقة صعبة لأن طلبت من ناس كتير يسلفوني، مع إني ما بعملش كده، بس مضطر علشان والدتي والعلاج بتاعها. بس محدش منهم وقف معايا، كل الناس ظروفها صعبة للأسف. طلبت سلفة من الشغل واترفضت. كل حاجة حرفيا واقفة ضدي بطريقة عجيبة.
في اليوم ده كنت راجع من الشغل وهموم الدنيا كلها على كتفي. عديت من قدام نفس البيت المهجور، بس المكان كان فاضي تماما، مفيش عيال بتلعب والمحلات كلها قفلت. وقبل ما أعدي من قدام البيت سمعت مواء عالي قوي، بس مواء فيه ألم، كأن القطة بتستغيث أو بتطلب المساعدة. حاولت بكل الطرق أكبر دماغي، أنا هموت من التعب أصلا، بس ضميري للأسف بقى، هعمل إيه في ضميري؟ نورت فلاش الموبايل ودخلت للبيت المهجور أشوف القطة ديت تطلع إيه وهقدر أساعدها إزاي. البيت كان قديم قوي من جوه وريحته غريبة، كأنك داخل كهف مهجور. والغريب إني مشيت في طرقة البيت كتير، كنت ماشي في طرقة طويلة ما بتخلصش، كأن البيت ضخم قوي، وده استحالة لأن البيت أصلا صغير في الأساس. وقتها كان صوت المواء عالي قوي وجاي من أوضة قريبة. دخلت الأوضة وكانت الصدمة، لقيت نفسي في مكان واسع قوي وكأني انتقلت بالزمن، وفي مقبرة ضخمة في النص وجنبها قط اسود وضخم قوي وكأنه حصان مش قط. شعر جسمي كله وقف أول ما شفت عينيه وأنيابه. بصيت ورايا ما لقيتش الباب، كأني اتنقلت المكان تاني خالص. والأسوأ إن القط بدأ يتقدم ويقرب ناحيتي، وفي عينيه شفت نظرة شر كبير قوي، كأنه بيقول لي إني مش هخرج من هنا حي. لحظة واتفتح باب القبر وسمعت وشوشة في وداني بتقول يلا علشان تدخل مكانك. وقتها وصلت لأعلى مراحل الرعب، ولسه القط بيقرب ونظرة الشر جوه عينيه، وبدون ما اقدر اتحرك ولو خطوة واحدة فوجئت بيه بيهجم عليا ووقعت من طولي، كأن جسمي كله اتشل حرفيا، بس وعي كان حاضر. شفته بيشدني بقوة ناحية القبر وكأنه عايز يدفني جوه، وانا صفر مقاومة. فقدت القدرة تماما على جسمي كله، واتأكدت إني هموت بس لسبب أنا معرفهوش. وبدأ يظهر باب القبر قدام عينيا، شفت ظلام دامس، ظلام هفضل فيه ليوم البعث. وقبل ما أفقد وعي في اللحظة ديت سمعت صوت صياح رهيب، كأن في خناقة كبيرة قامت قدام باب القبر، وفقدت الوعي من الرعب والفزع. فضلت فاقد الوعي كتير، وأول ما فقت لقيتني مرمي جوه أوضة صغيرة في البيت المهجور، وجنب مني قطة بيضة صغيرة قوي، وعينيها واسعة وزرقة ونظراتها عاملة زي السحر، لدرجة إني قمت مبهور ونسيت الرعب اللي جوايا وكل اللي حصل لي. بدأت تتمسح فيا وتبص في عينيا بتركيز شديد، وما قدرتش أسيبها بصراحة، ما قدرتش إطلاقا، وخدتها معايا. بس الغريب إنها كانت خفيفة كأنها من القطن، ملهاش أي وزن. خدتها على البيت وجبت لها أكل ونيمتها جنب السرير، ما كانتش بتعمل أي شغب، تاكل وتشرب وتتمسح في رجلي وكأنها ملاك من عالم تاني. وجه يوم القبض واتصلت بكل معارفي تاني علشان حد يسلفني، بس برضه مفيش أي سلف. فضلت قاعد على السرير بتاعي مغموم، حطيت إيدي على راسي وما نطقتش ولا كلمة. القطة حاولت تيجي وتتمسح بيا كده، بصيت لها بعيون كلها دموع وما نطقتش بنص كلمة، بس بدأت عينيها كأنها بتسحبني أو بتخدرني. ولقيت دماغي بتتقل مني كده ووقعت على السرير نمت تماما. معرفش ايه اللي صحاني في نص الليل تقريبا. صحيت مرة واحدة والقطة ما كانتش موجودة. رحت اطمن على امي، ومسافة ما فتحت الباب لقيت القطة واقفة على باب أوضة امي، واقفة زي البشر على رجلين. قربت منها وبصيت على سرير امي وشهقت. كان في حوالي 6 أفراد أو 6 كائنات لابسين لبس أزرق وعندهم قرون وعيونهم مشقوقة بالطول. في اللحظة ديت القطة عضتني من رجلي علشان أقع في الأرض وأحس إن جسمي كله اتخدر. وقعدت أراقب اللي بيحصل وأنا لساني مشلول وجسمي متخدر حرفيا. كانوا بيطحنوا أعشاب ويدهنوا بيها منطقة الصدر والبطن، وجابوا حاجة كده وشربوها لأمي وهي نايمة، وبعدها مسكوا أدوات غريبة وبدأوا يغرزوها في جلدها. بس الغريب إن مفيش نقطة دم واحدة نزلت، ووقعت في غيبوبة من تاني. صحيت لقيت أمي بتفوقني، كنت نايم قدام باب أوضتها. بصيت لها وفضلت أصرخ انت بتمشي ازاي وبتتحركي؟ لقيتها بتقول إنها صحيت لقت كل الألم راح وبتتحرك كأنها صغرت يجي 20 سنة ولا أكتر. سجدت لربنا وأنا بصرخ من الفرح،
وبكيت في حضنها كتير قوي. جرينا على المستشفى عشان نكشف ونطمن، والدكتور قال لنا إن كل حاجة سليمة تماما. قلبت بعدها البيت كله عن القطة، بس كانت اختفت. رحت البيت إياه اللي انتوا عارفينه، وفي الشارع وفي كل حتة، بس برضه ما كانتش موجودة. حزنت على فراقها حزن السنين للأسف. لحد ما بعد يومين شفت بنت لابسة تاج وعينيها زرقاء وفي قمة الجمال، كانت مبتسمة وبركت لي على شفاء أمي. اتوسلت ليها تفهمني لأني مش فاهم حاجة. قالت لي إنها بنت ملك من ملوك الجن، شافتني بالصدفة وأنا برحم قطة من إيدين الأطفال، وإنها كانت العيون اللي بصت لي من البيت يومها، وسابت عليا حارس كهدية منها. ولما دخلت البيت كان فيه جن مؤذي بيحاول يأذيني وقتها، ووهمني بالقبر والظلام، وكان هيحصل لي مس لو وقعت في القبر. والحارس بتاعها هو اللي بلغها، وهي لحقتني وقتها منه. ولما شافتني كمان رحيم معاها، جت تشوف حياتي واتفاجئت بمرض أمي، فكلمت أبوها وجه وفد من أطباء الجن عالجوها لوجه الله وبأمر الله. قالت الكلام ده ومشيت. ولما صحيت فضلت أعيط كتير قوي، وعرفت إن لما ربنا بيزرع في قلبك الرحمة دي نعمة عظيمة، وحتما ربنا هيكافئك عليها. مهما شفت أذى هتلاقي ربنا بيسخر لك الدنيا كلها، لأن ربنا بيحب العبد الرحيم وبيرحمهم وبيدخلهم الجنة. وعرفت إن من أعظم نعم ربنا عليا إنه خلاني رحيم بمخلوقاته. حتى لو أنا بتأذى من الناس فأنا هفضل رحيم، حتى لو الدنيا كلها ضغط عليا والنفسية متدمرة برضه لازم أفضل رحيم. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشجعونا باللايك والاشتراك والكومنت الجميل. تصبحوا على خير.